لو انت كنت مقرر تشتري جهاز في فئة ال 26000 لحد ال 27000 جنيه ولقيت ان الاسعار زادت عليك جامد قوي ومبقتش عارف تشتري ايه، فانا جايب لك افضل واخف لابتوب للبرمجة والمونتاج والجامعة تقدر تتنقل بيه بسهولة جدا، لان الحجم والوزن بتاعه صغيرين. والجهاز اللي معانا هنا هو ال HP الزد بوك الباور الجي 7. الجهاز دوت بيجي بمعالج كور اي 7 10850H. معالج بيجي بست انوية 12 مسار، تردد تربو 5.1 جيجا هرتز. بالنسبة لكارت الشاشة، فكارت الشاشة في الجهاز هنا بيجي الانفيديا التي 2000 اللي بيجي بمساحة 4 جيجا برامات جي دي دي ار 6. طبعا الجهاز بينزل منه نسخ من الكارت التي 1000، بس انا مش بجيب الصراحة من نسخ التي 1000. زائد ان الجهاز بيجي هنا باس اس دي 512 M.2، رامات 32 جيجا دي دي ار 4، وشاشة 15.6 انش بدقة فول اتش دي. وخلينا نفصص بقى المواصفات اللي انا ذكرتها دي كده حتة حتة. اول حاجة بالنسبة للمعالج، فالمعالج ده ممتاز للبرمجة والمونتاج. لو انت شغلك الاساسي برمجة ومونتاج، سواء كنت لسه في الجامعة بتدرس او بتاخد كورسات او حتى لو بتشتغل شغل احترافي، الجهاز ده هيكفيك وزيادة ومش هتحتاج حتى معالج او جهاز اعلى منه. المعالج التردد بتاعه عالي جدا، يشتغل معاك بسرعات عالية. بالنسبة للالعاب فاحنا كده هنشوف الاداء بتاعها، بس الجهاز ده هيشغل لك كل الالعاب تقريبا اللي نزلت لحد دلوقتي. يعني عندك الالعاب العالية زي ريد ديد ريديمشن 2، سايبر بانك، والالعاب دي كلها تشتغل على الجهاز عادي بدون اي مشاكل. طب بالنسبة للبرامج ال 3 دي، الجهاز هيشتغل معاك في برامج زي الفوتوشوب والإلستريتور اللي هي بتاعت ال 2 دي، هيشتغل معاك حلو جدا واداء جبار. في برامج ال 3 دي زي بلندر واوتوكاد والحاجات ديت هيشتغل معاك في المشاريع المتوسطه زي الفل بدون اي مشاكل. في المشاريع التقيله قوي انا بفضل انك تزود شويه وتجيب الفيوري اللي بكارت ار تي اكس 3000، مع العلم طبعا ان السعر بتاعه اغلى بكتير جدا من الجهاز ده. انما الجهاز هنا انا برشحه اكتر للناس اللي شغلها مركز قوي على البرمجه والمونتاج، او ناس بتتنقل بالجهاز كتير جدا وعايزه حاجه تكون خفيفه وتكون الحجم بتاعها صغير. وده اللي بيميز بقى الجهاز هنا في نقطه الوزن، انه بيجي بوزن 1.89 كيلو جرام. الجهاز رفيع جدا وصغير جدا، حواف الشاشه صغيره تعرف ان انت تتنقل بيه بسهوله بدون اي مشاكل، ولكن مع تاثير بسيط قوي على نقطه قابليه التطوير، واللي بينقلنا بقى على الهاردات والرامات. الهاردات والرامات انا زي ما قلت هو بيجي ب 512 M.2، رامات 32 جيجا. الرامات انا مش هتكلم عنها لان انت كده مش تحتاج تزودها، بس هو عموما اخره في الرامات لحد 64 جيجا، ومش هتحتاج تزود اصلا فوق ال 32. بالنسبه للهاردات فالجهاز هنا بيقبل 2 اس اس دي M.2، تقدر تركب مساحات لحد 4 تيرا من غير اي مشاكل. ولكن عشان طبعا الجهاز رفيع جدا فما بيقبلش هنا انك تركب فيه هاردات ساتا، فانت لو هتجيب الجهاز ده هتركب فيه هاردات M.2 بس. وده زي اغلب الاجهزه اللي موجوده اصلا في السوق. يمكن الاجهزه اللي بتقبل هاردات ساتا اجهزه قليله جدا وبتبقى اغلى منه في الفئات السعريه. طب بالنسبه للشاشه بتاعت الجهاز هنا، الشاشه زي ما قلت بتيجي 15.6 انش بدقه فول اتش دي. بينزل منها نسخ كتير من حيث تغطيه الالوان، بينزل منها نسخ 45% ونسخ 100%، وبينزل منها نسخ تاتش. النسخه اللي معايا هنا هي النسخه اللي بتيجي ب 100% اس ار جي بي. طبعا البانل بتاع كل النسخ بيكون اي بي اس، بس النسخه اللي معايا هنا هي تعتبر افضل نسخه بتنزل من الجهاز دوت من حيث الشاشه في دقه الفول اتش دي. طب بعد ما فصصنا بقى المواصفات بتاعه الجهاز حته حته، ندخل بعد كده على اللي ما اتكلمناش عنه وهي المداخل والمخارج. الجهاز هنا بيتفوق على الفيوري اللي بيجي بنفس مواصفاته في حته انه بيجي ب3 يو اس بي 3. الفيوري كان بيجي ب2 يو اس بي بس، ده بيجي ب3 مداخل يو اس بي 3. بيجي بمدخل اتش دي ام اي والمدخل بتاع اللان ومدخل الهيدفون بتاع السماعات، وبيجي لك فيه برضه واحد مدخل تايب سي اللي هو الثاندر بولت 3. خلينا نشوف مع بعض تجارب الاداء بتاعه الكارت التي 2000 اللي موجود في الجهاز دوت، وارجع لك بعد تجارب الاداء عشان اقول لك السعر بتاع الجهاز وتقييمي النهائي ليه. Well, the hosts have completely bossed the game in the last 15 minutes, creating lots of chances now, and you think if they do get another, it's going to be tough for the opposition to find a way back into this. Clean challenge. Well, he certainly does alone. The keeper was never likely to be in trouble then.
بالنسبه للسعر والتقييم بقى بتاع الجهاز دوت، فالجهاز سعره في الوقت الحالي بتاع وقت تصوير الفيديو ده في سعره متوسط ال 27000 لحد ال 28000 جنيه، دي بالمواصفات اللي انا ذكرتها اللي هو اس اس دي 512 رامات 32 والمميزات والحبشتكنات اللي انا ذكرتها في الجهاز. طبعا ممكن تلاقي مواصفات اقل شويه مع اسعار اقل، او مواصفات اعلى شويه مع اسعار اغلى، بس متوسط السعر بتاع المواصفات اللي انا ذكرتها حوالي تقريبا ال 27200 لل 27500. ده التقييم النهائي للجهاز. الجهاز ده زي ما قلت يعتبر افضل حاجه في الفئه السعريه ديت لو انت استخدامك الاساسي برمجه ومونتاج، او لو انت واحد بتتنقل كتير قوي بالجهاز. لكن لو انت استخدامك الاساسي 3 دي او العاب تقيله قوي، فانت هنا ساعتها انا بفضل شويه انك تطلع في البادجت حبتين، تزود مثلا 3 4000 جنيه وتجيب الزد بوك مثلا الفيوري او الديل ال 7550 اللي بيجوا بكارت ار تي اكس 3000. كده بقى احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، لان احنا التفاعل على القناه قل الفتره اللي فاتت جدا. وطبعا تعمل شير الفيديو دوت عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.